ازاي تقدر تغير لينك الدخول بتاع ووردبريس من WP admin لاي كلمه تانية احنا عايزينها؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده. انا سلوى عبد، ووردبريس ديفلوبر، ويلا بينا. احنا هنا عندنا برزنتيشن هنمشي عليها خطوة بخطوة عشان نتابع بالظبط مع بعض. اول حاجة، ليه تغيير لينك الدخول مهم؟ يعني ليه مهم ان احنا نعمل الخطوة دي في اي موقع بتاعنا؟ يعني اي واحد عنده موقع ووردبريس المفروض يعمل الخطوة دي، عشان لينك الدخول اصلا ديفولت اللي هو WP admin، فاي حد بيقدر يتوقع دي، اي حد يقدر يتوقعها ويقدر يدخل يتوقع باسورد ويوزر، خصوصا كمان لو عامل باسورد ويوزر سهلين اي حد يتوقعهم، فدي مش افضل حاجة. فانت كده يعني موقعك هيكون عرضة لأي هجوم أو أي اختراق أو أي هاكر. أوكي. تاني حاجة، إن دي خطوة مهمة من خطوات الأمان. يعني أصلا عشان نيجي نأمن الموقع بتاعتنا، دي من أهم الخطوات، عشان إن احنا يعني الموقع بتاعنا يكون سليم ومش عرضة لأن هو يقع في إيد حد. أوكي. هنبدأ نعمل الخطوات دي. هنفتح الموقع بتاعنا وهنكتب الباسورد واليوزر. هنيجي هنا برضو عشان نبدأ الخطوات عملي. هنيجي هنا في بلوجن، add new plugin، WP hide login. هي دي البلجن بتاعتنا. install now. دي كده البلجن بتاعتنا. هنلاقيها ظاهرة فين؟ هنلاقيها ظاهرة هنا setting، هنا هيظهر لنا كده الجزء ده بالظبط. هيظهر لنا كده الجزء ده بالظبط. هنبدأ نغير بقى من هنا. دلوقتي أنا عايز يعني عايز أعمله حاجة غير متوقعة، مثلا ممكن أكتب my login. طبعا أنا بكتب أي حاجة هنا ديمو، مش لازم حد يقلدها، لا اكتبوا حاجة فعلا محدش يتوقعها. اوكي. وهنا بيقول لكم هنا اللي هيتوجه على ال WP admin هيجيله ايه. ممكن نكتب اي حاجة برضو هنا تجيله، اللي هو اي خطأ اي حاجة، وهنعمل سيف. وكده احنا غيرنا لينك الدخول بتاعنا. كده المفروض لينك الدخول بتاعنا اهو ظهر لنا هنا. المفروض ناخده كوبي ونحتفظ بيه في اي مكان، وبرضو لو نسيناه هنقدر نغير من هنا الحاجة اللي احنا عايزينها. اوكي. ناخده هنا كوبي، والمفروض ان احنا لما نضغط على ده يجيلنا الباسورد واليوزر اللي هنكتبهم بدل ال WP admin. كده لو جه حد يدخل على ال WP admin هيجيله 404. اوكي. اللي هو غلط، يعني اكيد في ايرور في الموضوع. ماشي. ده كده لينك الدخول بتاعنا. تمام. دي كده الخطوات اللي احنا عرضناها عملناها دلوقتي في ثانية كده. دي برضو الخطوات اللي احنا عملناها. لو عايزين البرزنتيشن دي انا ممكن انزلها عندي على لينكد ان. هسيب لكم اللينك بتاع لينكد ان عندي تحت. هنزلها على لينكد ان. اوكي. اهم حاجة بقى ناخد بالنا منها ان احنا نيجي نستخدم روابط طويلة ومحدش يتوقعها، نستخدم حاجة معقدة. طيب لو نسيناها، لو اي حاجة احنا المفروض نعمله وناخده كوبي زي ما انا قلت لكم من المكان اللي هيظهر فيه ده، ناخد اللينك كوبي ونحتفظ بيه. وبرده لو لا قدر الله نسيناه هنقدر ان احنا من الجزء ده نرجع تاني فين في السيتنج. هنقدر تاني من الجزء ده نعمل برضو الحاجة اللي احنا عايزينها من الأول تاني. اوكي. هنرجع هنا. ما ينفعش نعمل كلمة سهل ان اي حد يتوقعها، عشان كده الموضوع هيكون سهل، اللي هو مثلا ويب سايت، ماي ويب سايت، ادمن، الكلام ده لا، يعني بلاش احسن. احنا الافضل ان احنا نقعد نفكر في حاجة طويلة محدش يتوقعها، زي الباسورد كده اللي احنا بنعمله. اوكي. اي باسورد يعني. والمفروض برضو ان احنا نستخدم اي بلوجن للسكيورتي عشان نحافظ برضو على الموقع بتاعنا. وكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى تكونوا استفدتم. البرزنتيشن دي هنزلها عندي على لينكد ان. هسيب لكم
الديسكريبشن هسيب لكم سوري اللينك بتاعها تحت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.